السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده معانا الشعر ده. هي عايزه تعمل عملنا سحب يعني. انتوا كتير بتسالوني في الكومنتات، طبعا انا والله انا مضغوطه اليومين دول فمش عارفه ارد عليكم في الكومنتات. بتسالوني عايزين نعرف نعمل الصبغات امتى من البروتين وكده. هقول لكم عليه كل ده في الفيديو. تابعوني في الفيديو، هقول لكم على كل حاجه. هنشوف هنعمل في الشعر ده ايه دلوقتي مع بعض، ونشوف النتيجه مع بعض هتطلع عامله ازاي. انا طبعا غسلت العميله شعرها منضفاه كويس جدا بشامبو كلارافين، وحطيت الماده وسبت الماده على شعرها ساعه ونص، وشطفت الشعر وابتديت اكبس زي ما انتم شايفين. طبعا الشعر لونه مسحوب بس يا بنات. انا في الشعر اللي هو عايز صبغه او العميل عايز صبغه، انا بسحب لون الاول وبريح الشعر مثلا يومين 3 اسبوع. في ناس بتبقى عايزه تشتغل على طول، بشتغل لها عادي وبراعي ده في درجه الحراره وكده والكلام ده. فطبعا انا سحبت لون العميله دي قبلها ب10 ايام وجبتها وطبقنا الماده. طبعا بكوي موطيه درجه الحراره هاديه على الشعرايه. درجه الحراره هاديه. حطيت لها بوتكس على فيلر على ترميم كولاجين، ترميم بارد يا بنات. ما ينفعش نحط بديل زيت، وما ينفعش نحط آه، حاجه تكون بتفصل البروتين. في مواد فيها زيوت كتيره جدا بتفصل ماده البروتين معاكي. لا، انا جايبه ترميم، هو ترميم علاجي بيتحط على البروتين عشان يدي معايا ترطيب ونحافظ على الشعر من اي تساقط ممكن يحصل لها. و يعني بيعمل، يعني بيقلل الضرر يعني. آه، تقريبا 70%. لو اي مادة فيها ضرر، لا هو بيقلل الضرر حوالي 70%. فانا عملت لها هنا كده. والبخار يا بنات، في بنات بتقول لي انت يا نوسة قلتي في الفيديوهات ان المادة اللي بتطلع بخار، ان البروتين اللي بيطلع بخار كتير او ادخنه كتير بيبقى فيه فورمالين. ما احنا هنا يا بنات مش عاملين بروتين صافي يا بنات. انا بتكلم على الماده لوحدها. لو انتوا حاطين الماده البروتين لوحدها وشطفتي شطف كويس وخليت الشعرايه على قد الماده، ان انت مثلا ابخرها تكون حاجه بسيطه كانك بتكوي الشعر عادي، فده بالنسبه للبروتين. لكن بالنسبه لاي ماده احنا حاطينها، ترميم كولاجين، تريتمنت كافيار، كل ده لازم يعمل بخار معاكي، لان بيبقى فيه نسبه زيوت. بيبقى فيه نسبه زيوت ترطيب بس مناسبه للبروتين، ما بتفصلوش. طبعا ده هتعرفوه يا بنات من الممارسة في الشغل. انا هنا بكبس الحرارة قدامكم اهو. الشعرية اصلا كده كده كانت مفرودة قبل كده، والاطراف بتاعتها حلوة كويسة يعني. هي المفروض كانت اعادة جذور يعني وكده. بس طبعا احنا لما بنحط السحب ممكن الشعرية ايه تهيش مننا شوية، فقعدت لها على الشعر كله. وانتوا بتوزعوا المادة يا بنات ما تجوش على الفروة، حتى لو الشعرية افريقية وجذورها وحشة. انت كده بتأذي العميلة. انت كده بتأذي العميلة. لما تحطي المادة على الفروة وتيجي تكبسي بدرجة حرارة عالية، والفروة أساسا رايح عليها مادة، الحرارة هتروح على الفروة هتنيل الدنيا. هتلاقي الفروة بقى بتاعت العميلة متحسسة وجايبة مية. وممكن تاني يوم وتالت يوم تلاقيها عاملة طبقة كبيرة زي طبقة لما بتتعوري في ايديكي كده. هي بتتعور في شعرها. هي حرفيا هي بتتعور في شعرها. بتطلع كده بايديها كده يعني زي القشرة كده طبقات. بتبقى عبارة عن طبقات، والشعر والفروة متدمرة بتاعة العميلة. انت بعيدي عن الفروة. مش لازم خالص انك تعملي الجذور تبقى تمام التمام من جوه الشعر. هقولك اعملي كده من قدام، من المنبت اللي قدام. معلش اضغطي عليه بده او بده، بس اللي ورا مش هيبان يا بنات. هتيجي بقى العميلة عندك تاني مرة ان شاء الله وشعرها كويس والفروة كويسة ومفيش تساقط، هتلاقي اصلا الجذور بتاعة الشعر طالعة كويسة. لكن انت بعمايلك ان انت تحطي عشان تقولي لا حطي على الجذور وملكيش دعوة، لا ما ينفعش يا بنات. هيحصل ضرر كبير جدا 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 للشعراية. فانتوا ما تعملوش كده. هي مش بتفرد شعرها عشان تتأذى. البصيلة لو اتأذت الشعر هتنزل بطولها. المادة لو وصلت للفروة الشعرية هتنزل بطولها، لان انت كده اذيت البصيلة. وفي ناس كتير جدا حصل لها فراغات بسبب كده. دي نقطة تانية، الشعر بيطلع مكسر بعد الغسيل. بيطلع بعد الغسيل مكسر يا بنات. انتوا ما بتكبسوش كويس.
او الشعر فيه زيوت. يعني واحده مثلا بتستخدم زيت زيتون وشعرها تقيل جدا، زيت الزيتون مع ان الفروه نفسها بتفرز زيوت، يعني كده تدمير. الفروه نفسها بتفرز زيوت، لا، دي تتركن 10 ايام اسبوع. اصل انت هتعملي الجلسه وهيطلع الشعر باظ منك ووحش وهيطلع مكسر، وهتضطري تعيدي الجلسه تاني. يعني في مجهود وتعب وماده بتروح على الارض، وعميله بتقعد بال5 ساعات عندك. انت بقى انت في غنى عن ده كله، تقولها روحي معززه مكرمه كده، وتغسلي كل يوم مثلا شعرك بشامبو كلير للرجال الازرق، او شامبو جونسون بتاع الاطفال. ده هيخلي شعرها تنضف معاها، يخلي مسام الشعر تنضف، يخلي الشعريه تستقبل منك الماده. لكن انت بتجيبيها عندك تغسلها بكلارافينج، الشعريه بتزيق قدامك مع ان هي بتستخدم زيت زيتون، لا الشعريه هتزيق وهتبقى زي الفل قدامك، وهتحس ان الشعريه دي تمام ما فيهاش اي حاجه. لكن حراشف الشعريه نفسها بتكون مقفوله 100% يا بنات. بتطبقي جلستك بتلاقي نسبه فرد حوالي 50%، 60%. بعد كده ال30% التانيين بتلاقيهم مكسرين. يعني تجيلك واحدة مثلا شعرها تقيل جدا وهايش جدا، فانت بتلاقي ان الكسرة قلت، وبتلاقي الشعر خلاص ما بقاش كتير، بقى شوية قليلين بس مش مدي نسبة الفرد 100%. وفي الاخر العميلة جايالك عشان عايز شعرها سايح كده زي الفيديوهات اللي بتشوفها او زي الحاجات اللي بتشوفها، مش جاية تعمله. في ناس بتعمل شعرها يعني بتبقى عايزاه يهدى شوية، لكن اللي جايالك دي عشان تعمل بروتين او ترميم او كولاجين او بوتوكس، عارفة ان هي شعرها هيطلع حرير من عندك. فانتي الواحدة اللي بتستخدم زيت زيتون، لا، اجلها اسبوع 10 ايام. زبدة الشيا نفس الموضوع، بالمرز الكريم ده نفس الموضوع، كريم نخاع انثى الجمل برضه نفس الموضوع. لان الحاجات دي اصلا بتقفل مسام الشعرايه، واستخدامها مع الناس بيستخدموه غلط. الحاجات دي بتتعمل حمام زيت مش كدهان للشعر. حمام الزيت يعني هما بيحطوا، المفروض الشعر يبقى نظيف، يحطوا الزيت حمام الزيت، يعملوا حمام زيت، يسيبوا الزيت ده على شعرهم مثلا 3 ساعات، وبعدين يغسلوا شعرهم بالشامبو بتاعهم العادي. لكن في ناس بقى بتستخدم الحاجة دي كدهان يومي، وده أكبر غلط في حد ذاته. يعني فكرة اسمه نخاع أنثى الجمل طالع جديد مع ناس كتير عارفينه، بيدهنوه كدهان يومي، وده غلط. ده بيتعمل بيه برضو حمام، يعني عشان ما يقفلش مسام الشعراية. البنات بتحبه عشان بينام الشعراية، لكن لا، هو هينام الشعراية بس هيأذيكي، هيأذي الشعراية، مش هيخلي الشعراية تتنفس، مش هيخلي الشعراية تطول. فانت اي عميله جايالك بتستخدم الحاجات دي، لا انت يا حبيبتي انت بتستخدمي ايه؟ انا بستخدم مثلا زيت زيتون، لا انت كده هتروحي وهتجيلي تاني عشان تغسلي شعرك بكذا عشان الشعر يطلع كويس. هنا بقى يا بنات انا كنت خلاص خلصت الشعر كبس، انا ما ضغطتش على الاطراف خالص، حتى الاطراف لسه بتدخن اهي. وطبعا الادخنه دي لان انا حاطه ترميم، مش عشان ماده البروتين وحشه او اي حاجه، لا انا حاطه هنا ترميم كولاجين مع البوتوكس مع الفيلر. فعشان كده في بعض الادخنه، ال- ال- اللمعه اللي في الشعر دي طبيعيه. الشعر هنا خلاص كنت فنشته يا بنات اهو. هنغسل شعر العميله، وطبعا بنريحه الاول ربع ساعه او 10 دقايق، نص ساعه، حسب وقت العميله ووقتك. وهنشف هوا بارد زي ما انتوا عارفين، زي ما انا بقول لكم كل مره بنشف هوا بارد اهو. انا على الحوض عملت لها رنساج يا بنات، رنساج مصحح ازرق مع اكسجين 20 مع شامبو شفاف. هديت بس بيه اللون شويه، لكن هي اصلا كانت عايزاه كده، يعني هي عايزاه على السحب مش عايزه لون يعني. هو اللون هدا شويه بس، ما حطيتش صبغات ولا اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا بقى يا بنات عايزين واحده عايزه صبغه كامله، يا نوسه نعمل ايه؟ واحده عايزه صبغه كامله يا بنات، انتوا بتسحبوا لون. يعني مثلا هتعملوا مثلا زيتوني، رمادي، اصل رمادي فاتح او زيتوني، بتسحبوا العميله لدرجه السحب اللي انتوا المفروض ان انتوا هتاخدوا عليها اللون. يعني الحاجات اللي هي بتعوز تفتيح جامد بتفتحوا درجه الشعر للدرجه اللي انتوا عايزينها، وبعدين بتشتغلوا الجلسه، وفي الاخر خالص بتشتغلوا بتحطوا الصبغة مع اكسجين 20، وبيطلع درجة الشعر زي ما انتوا عايزين بالظبط يا بنات. انا هنا كنت خلصت الشعر اهو،
ودي النتيجة يا بنات، الشعر كويس جدا ما شاء الله اللهم بارك. انا هنا خلصت الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وعايزه اشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، وان شاء الله العيد يجي كده وانتوا كلكم مرتاحين. سلام.